السلام عليكم. 5 وصايا للي أكل ميراث أخته، ودي الحلقة الثامنة من برنامج الوصايا الخمس. قبل ما أبدأ الوصايا بقول لك يا أكل الميراث، إزيك؟ عامل إيه؟ حاسس إن ضميرك مرتاح؟ بيجيلك نوم؟ طب بالله عليك لما بتروح حج أو عمرة وتقول لبيك اللهم لبيك، بتحس كده إن الكلام طالع من جوه كده من الحتة اللي أنت أكل فيها حق الولية؟ طب لما بتقف في الصف وتقول الله أكبر، ما بتحسش بتأنيب الضمير؟ لا اوعى تزعل مني، ده انا جاي لك النهارده ب5 وصايا هينفعوك دنيا واخره، بس بعد ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اول وصيه اخويا حبيبي الصوام القوام المزكي الحج فلان اكل الميراث، عارف ان انت لما اكلت ميراث اختك حاربت مين؟ حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بيقول لك في الحديث اني احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. بقول لك اوعى تيجي جنب حق الضعيفين المرأة واليتيم، انت بقى بسم الله ما شاء الله اكلت حقهم الاتنين في قلبك، فلما تدخل القبر ويسألوك الملكين من نبيك، هتيجي تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده انت حاربته لما اكلت الميراث. هتيجي يوم القيامة عايز تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما هتقدرش لانك كنت بتحاربه. الوصية التانية حبيب قلب الراجل المحترم اللي الشيطان ضحك عليه، والله انا حاسس ان انت فيك الخير بس الشيطان يعني غرك. انت عارف ان انت لما اكلت ميراث اختك، ودي تاني وصية، ان انت اكلت حرام، واللي بياكل حرام ربنا ما بيستجيبلوش دعاء ولا بيتقبل منه صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللي باكل حرام أيما لحم عبد نبت من سحت، يعني من حرام، فالنار أولى به. فالحق نفسك ورجع اللي انت أكلته. الوصية الثالثة حبيب قلبي أكل الميراث، عارف ان انت لما أكلت ميراث أختك وحطيتها قدام الأمر الواقع، أيوة ما انت رايح تديها 10,000 وحقها 100، رايح تديها 100,000 وحقها 1,000,000، وبتقول لها بقى لو ما قبلتيش باللي انا بديهولك هقطع الرحم، ما هدخلش عليكي بقى وهتبقي يعايروكي سلفاتك وجوزك، فاصبحت ان انت قاطع للرحم باكلك للميراث. طب وايه يعني ما اقطع الرحم؟ سامعك بتقول كده، لا اوعى، قاطع الرحم ملعون ومفسد في الأرض، ربنا بيقول كده، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنت أعمى البصر لما أكلت ميراث أختك، فوق رجع لها ورثها عشان ربنا ما يقطعكش، لأن اللي بيقطع الرحم ربنا بيقطعه. رابع وصية حبيب قلبي اللي أنا واثق إن هو هيرجع الحق لأصحابه إن شاء الله، عارف إن أنت لما أختك قالت ليا ميراث وأنت قلت لها مالكيش، إن أنت شهدت زور؟ أيوة أنت كده شهدت زور، وشاهد الزور ربنا قرنه باللي بعبد الأوثان، ربنا بيقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اللي بيشهد زور ربنا نفى عنه صفة الإيمان، ربنا بيقول عن المؤمنين والذين لا يشهدون الزور. ده في يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه عن أكبر الكبائر، قال لهم الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئ راح قاعد لأن الأمر خطير يا آكل الميراث. قال لهم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، الصحابة بيقول فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. عايز تبعد عنك صفة شهادة الزور، رجع الميراث لاخواتك. الوصية الخامسة اخويا حبيب قلبي صاحب اعمال الخير في البلد اللي الناس كلها بتشهد له، اللي دايما بنلاقيه في الصف الاول في الصلاة، اكل الميراث، عارف ان انت رغم اعمالك العظيمة دي كلها ظلمت، فربنا سبحانه وتعالى ما تقبلش منك حاجة. ايوه اللي باكل ميراث اخته ظالم، ربنا بيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وبيقول وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله. عاوز ما يبقاش اسمك عند ربنا ظالم ويرجع اسمك مؤمن وتقي وعبد وصالح، رجع الميراث لأصحابه. وفي الختام أنا بشكرك أخي الحبيب اللي صدرك اتسع إن أنت تسمع مني ال5 وصايا دولي، أخويا حبيب قلبي اللي كان
آكل الميراث، وإن شاء الله دلوقتي عاهد ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرجع الحق لأصحابه. أنا بشكرك على سعة صدرك وكرمك إنك تقبلت الوصايا. بكرة إن شاء الله لنا 5 وصايا مع برنامج الوصايا الخمس. أخوكم جمال الدقناوي.